بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا أكلة سمك من العيار التقيل، حاجة حلوة كده وجميلة وصحية. معانا سمك مشوي وبسارية وصينية سردين ومسقعة وكشري عدس ورز. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. معانا سمك بلطي متنضف من القلب، خلينه زي الفل، وبسارية برضو نضيفة ومتشرسها، وسردين متشال قشوره اهوت، ردة ودقيق، طماطم، فلفل اخضر، ليمون، توم، بصل، بدنجان، بطاطس متقشرة، ملح، كمون، ورز وعدس. ويلا على التحضير. معانا البلانشة وننزل بيها بالبدنجانية المقلوظة دي كده، ونقطعه بقى شرايح طويلة وبعد كده مكعبات. ايوه، انا هعمل مسقعة النهاردة بالبطاطس والبدنجان المكعبات اهو، ونفس الحكاية البطاطس برضو كده، ومكعبات، مكعبات تخينة سنة صغيرة، بتبقى سهلة كده وحلوة. غمستيها بتبقى على قد لقمة العيش، حطيتيها على الرز بتبقى صغيرة كده. والفلفل برضو مكعبات، طماطم مكعبات كده، وبصل برضو مكعبات. انا بوريكم كل حاجة خطوة بخطوة عشان تبقوا عارفين انا عملت ايه كده برضو. ومعانا في الكبة ننزل بيها توم، كمون، ملح، فلفل اخضر. نفرمهم بقى فرم ناعم قوي، والطماطم نضربها بالشكل دوت. الحاجة كلها هي متقطعة ومتخرطة بالشكل دوت. معانا بولة بقى ننزل بحبة طماطم وفلفل وحتة توم وليمون. ده التحضير بقى بتاع صينية السردين. ونقلبهم كويس، وننزل بحبة طماطم اللي هما مضروبين دول في الخلاط في قلب الطاجن بتاعنا الرز السردين، واحدة واحدة كده. وننزل بالخليط ده كله بقى عليه ونوزعه كده بالشكل دوت، وحبة فلفل اسود وحبة زيت، وندخله يلا على البوتاجاز في الرف الاوسط، ونسيبه بقى يستوي على مهله. معانا بولة برضو ننزل بيها بحبة طماطم ومعلقة توم والبصلاية، حبة فلفل، حبة ملح، حبة كمون وليمونة، ونقلبهم برضو كويس. دي بقى حشوة السمك، هنحشي السمك كده. نبدر السمك، بعدين نحطه في مية على طول كده، تبدري وتحطي في حبة مية وفي الردة بالشكل دوت. انا ليه بقى بدرت السمك؟ بدرت السمكة عشان خاطر الدقيق هنا بيعمل زي طبقة عازلة، ما يخليش السمكية تتحرق على الجريل اهو كده. بصوا، مية والرد. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم قوي قوي، هتعملوه كده على طول اهو. بصوا كده والرد. اهم حاجة بطنيها بالردة جامد قوي كده اهوت. هنا حبة زيت في الجريل نقطة، يا دوبك تفرشيها كده في الجريل وتنزلي بالسمك بتاعك اهو. يسخن بس الجريل قوي ورصيه كده.
وهنا معانا ميه غليت نزلنا بيها بحبه ملح وزيت. كنا غاسلين بقى الرز والعدس دهوت ونسيبه يتشرب. انا بحب اعمل مع السمك المشوي كشري. اهي بصي هنا خدت اللون بتاع الشوي، اقلب واللي لسه اسيبها كده. المهم ما تفضليش تقلبي فيه كتير عشان ما يتكسرش منك على الجريل. وكده اتشرب ونغطيه ونوطي النار ونسيبه يستوى. معانا حله فاضيه ننزل بيها برضو بحبه زيت وحته توم لحد ما يبقى لونها اصفر كده فاتح، وننزل بالطماطم، حبه ملح، حبه فلفل اسود. وكده دي التسبيكه بتاعت المسقعه. هنا معانا طاسه ننزل بيها بزيت ونحمر بقى البطاطس. اهي كده اتحمرت نطلعها. حمر الباذنجان برضو، وعقبال ما يتحمر الباذنجان بقى هننزل بحبة كمون، حبة كزبرة ناشفة، ملح، ونقلبهم كويس. دي بقى الدقة اللي هنرشها على السمك. ما تحطوش السمك في مية، المية بتبشننه. لكن كده بنحط الدقة دي وليمونة ونقفل عليه بالورق الفويل. الحرارة بتاعته هتطريه وفي نفس الوقت هيشرب من الليمون والملح وكله. جربوه كده هيعجبكم. اهو الباذنجان كده طلع، نزلنا بالفلفل، فلفل اتحمر طلعناه. هنعمل بقى دقة البسارية. هنحط حتة توم وليمون ونقلبه كويس ونسيبها نص ساعة. وبعد ما سيبناها نص ساعة هنا بقى ايه الدقيق هنبهره، حبة كركم، حبة كمون وملح، ونقلبه كويس بقى كده. ننزل عليه بالبسارية نقلبها كويس، والزيت طبعا مقدوح معانا. نفضه كده، نفض ايدينا ونحطها. نحط الكمية اللي معانا كلها كده. السمك اهو الباقي طالع معانا برضو بنرصه فوقيه. نحط من الدقة والليمون، وعندك خضرة حطي بقى، جزر مبشور حطي، اي حاجة تريحك. المهم تقفلي عليه بالورق الفويل عشان الحرارة بتاعته تطريه. وانا البسارية خلصت اهي، خدت اللون، طلعناها بالشكل دوت. وهنا التسبيكة برضو خلصت. هننزل بقى بالحاجة اللي احنا حمرناها فيها والبسارية اهي، رشينا ملح وليمون. وده شكل السمك بتاعنا اهوت بعد ما شويناه. والبسارية حمرناها، وصينية السردين والمسقعة والكشري. وده الشكل النهائي للاكل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. لو عجبتكم الوصفة بتاعتي يا ريت تقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم فيها. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد في أسرار الطبخ مع أم ربيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.